حياكم الله وبياكم. مواطن مصري اسمه محمد عبد الهادي شغال في العراق. قامت مشكلة بينه وبين أحد التجار العراقيين. قام التاجر العراقي ضرب عم محمد وشتمه ومرضيش يديله مبلغ الأجرة اللي اتفق معاه عليه. مش بس كده، ده قال له انه مش هتقعد في العراق يوم واحد تاني، وده لان التاجر كان ليه وساطة لناس مهمين في حزب البعث العراقي. ومشي عم محمد وهو زعلان ومقهور من اللي حصل، وبالاخص انه ما كانش في جيبه جنيه واحد، لانه لسه من كام يوم باعت كل اللي في جيبه لاهله في مصر، لانه راجل ارزقي شغال باليومية. ولما روح عم محمد حكى لجاره العراقي كل اللي حصل له، واللي حاول يطمنه وراح جاب ورقة وقلم وكتب له شكوى موجهة للرئيس العراقي صدام حسين بنفسه. في الأول عم محمد اتردد وخاف إنه يبعث الرسالة، وده لسببين. السبب الأول إنه ممكن كده بيعرض نفسه للمساءلة القانونية والأمنية، ده باعت رسالة لصدام حسين ذات نفسه. والسبب الثاني إنه ما حطش في اعتقاده ولو ل1% إن الرسالة هتوصل للرئيس صدام حسين أو أي مسؤول حتى، وإن أقرب مكان ليها هيكون سلة الزبالة. ولكن في النهاية اتشجع عم محمد وقام الصبح بدري مع جاره العراقي وبعت الرسالة. وكان ساعتها الجو شتاء والهواء عمال يخبط في الشبابيك يمين وشمال، ومع كل خبطة شباك كان عم محمد يقوم مفزوع وهو بيتخيل ان الشرطة العراقية جاية تقبض عليه علشان اتجرأ واشتكى التاجر العراقي للرئيس صدام حسين بنفسه. وتمر الساعة ورا الساعة، ويصحى تاني يوم عم محمد الساعة 10 بالليل ويقوم مفزوع على صوت خبط شديد على باب شقته. وكل اللي دار في ذهنه ساعتها انه خلاص راح في خبر كان. وإذ يفاجأ عم محمد باللي كان في باله. قوات من الشرطة العراقية والحرس الجمهوري واقفين قدام بابه، واول ما شافهم عم محمد فضل يحلف لهم انه مظلوم وما عملش حاجه. لكن رجال الشرطه ساعتها طمنوه وقالوا له انه لازم يلبس بسرعه علشان معاه مقابله مع احد المسؤولين العراقيين. وفي الطريق حاولوا يطمنوه وقالوا له انه حقه هيرجع له كامل مكمل، وانه بعد نص ساعه هيقابل احد المسؤولين العراقيين. معاهم عم محمد عبد الهادي وركب معاهم العربيه اللي مشيت بيهم حوالي نص ساعه، لكنه كان خايف من المصير المجهول اللي كان منتظره ومن المسؤول الكبير واللي كان في أقصى اعتقاده أنه أحد ضباط الأمن المهمين. ولكن كانت في مفاجأة لعم محمد ما كانش يتوقعها أو يحلم بيها، وهو أنه كان بيقابل الرئيس صدام حسين بشحم ولحم. الأول عم محمد ما كانش مصدق اللي بتشوفه عينه، وقال إن دي هلوسة من الضرب اللي خده من التاجر امبارح. لكن عم محمد لما بدأ يستوعب الموقف وأنه واقف قدام الرئيس صدام حسين بشحمه ولحمه بدأ يبكي. الظلم وحش والله يا جماعة. بدأ الرئيس صدام حسين يهديه ويطبطب على كتفه وقال له ان حقك هيرجع لك كامل مكمل، وكمان طلب له ليمون عشان يهدى. وقال لعم محمد انت ببلدك التاني ولا تقلق، ولا نقبل بإهانة أي مواطن عربي أو مصري على أرض العراق. أمر الرئيس صدام حسين بالقبض على التاجر العراقي، وكمان القبض على الناس اللي هدد بيهم في حزب البعث ايا كان منصبه. وامر بتوفير فرصة عمل لعم محمد وصرف له مبلغ مالي كبير، وامر بمعالجته في ارقى المستشفيات العراقية. وامر وقال بلغوا الكلام ده للجميع، المصري اخو العراقي اللي يزعله او يعتدي عليه يبقى اعتدى على صدام حسين شخصيا. هذا هو الزعيم القائد صدام حسين وهذه اخلاقه. فرحمة الله على الزعيم القائد صدام حسين، وأسكنه الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.